نرجع مره تانية علشان خاطر نكمل قصه ذا بويز. طبعا لو انت اول مره على القناه فخليني اقول لك هنا ان احنا بنفلتر القصه دي على قد ما نقدر علشان خاطر نبعد عن المشاهد اللي ممكن تكون وقحه او حتى كمان ممكن تكون بشعه زياده عن اللزوم. فلو انت اول مره على القناه ودخلت هنا على طول فخليني اقول لك في فيديوهات تانية اتكلمت على الاجزاء اللي قبل كده، ممكن تروح تتابعها وبعد كده تيجي تكمل مع الفيديو بتاع النهارده عادي جدا. فاسيب لك لينكات الفيديوهات اللي فاتت في الديسكربشن تحت او في الاي اللي فوق. المهم هنا احنا داخلين بقى على فوليوم 3، وبصراحه كده ده من الاجزاء الكويسه جدا. يعني بشكل عام ذا بويز فيه اجزاء قويه واجزاء اقل شويه، واكيد ناس كتير منكم بدات تلاحظ ده، لكن الجزء ده من الاجزاء اللي انا شايفها ناجحه جدا الصراحه. طيب القصه هنا بتبدا مع ستارلايت، ومن اول ما انضمت لفريق 7 وهي بتمر بازمه ضمير مستمره. دي تقريبا الفكره الاساسيه للشخصيه بتاعت ستارلايت. ستارلايت كانت بنت اتربت في امريكا الريفيه المحافظه وسط قيم تقليديه وبسيطه جدا، ومن وهي صغيره كانت بتحلم تكون بطله خارقه وبتؤمن بالامثله العليا دي كلها، ومع الوقت فضلت محتفظه بنفس النظره البريئه للعالم. لكن اول ما انضمت هنا لفريق 7 اكتشفت ان عالم الابطال الخارقين مش زي ما كانت متخيله خالص، وده بيطرح فكره مهمه جدا في العالم اللي احنا فاكرين انه موجود وفي العالم الحقيقي زي ما هو فعلا. والسؤال هنا بقى لو اضطريت تختار بينهم هتختار انهي واحد؟ وده بالظبط الصراع اللي ستارلايت عايشاه. بنت بريئه ولسه جديده على العالم، فاكره ان كل حاجه مثاليه، وبعد ما دخلت جوه المنظومه اكتشفت ان الواقع مختلف تماما ولازم تتعلم ازاي تتعامل معاه. وفي اللحظة دي بنشوفها بتتكلم مع المسيح بشكل أشبه كده بالصلاة بتاعتهم، وده طبعا كله في سياق القصة. بتقول إنها مش عارفة هي بتعمل إيه أصلا، ومش عارفة إذا كانت لسه مؤمنة بكل الحاجات اللي كانت مقتنعة بيها دي قبل كده ولا لأ. بتقول إن بقالها حوالي 6 شهور من ساعة ما المشاكل دي بدأت، وبتفتكر كمان أول مرة حضرت اجتماع لفريق 7. في الاجتماع كان في واحد من شركة فوت قاعد وسط مجموعة من أقوى الكائنات على وجه الأرض، ناس تقدر تقلع راس أي شخص في ثانية، وناس قوتها خارقة بشكل مرعب. ومع ذلك الراجل ده هو اللي ماسك زمام الأمور، وده كان دايما من أكتر الحاجات المثيرة للاهتمام في العالم بتاع ذا ويز، لأنك عندك شخصيات شبه آلهة ماشية على الأرض ومع ذلك كلها شغالة تحت أوامر شركة. والسؤال المنطقي ايه اللي مانعهم ان هم يقلبوا الدنيا كلها ويقولوا احنا اللي هنحكم العالم من النهارده؟ اي جيش في العالم يقدر يوقفهم اصلا، فالفكره نفسها مثيره جدا. بعدها بنتحول لشخصيه تسمى فيكتور فيب، واللي هو طبعا نائب الرئيس في الوقت ده. الرئيس الحالي يسمى داكوتا بوب، وده شخص رافض تماما ان الابطال الخارقين يبقى ليهم اي دور داخل الجيش الامريكي او حتى كمان وزاره الدفاع. من وجهة نظره الأبطال يفضلوا في المكان بتاعهم والحكومة تفضل في المكان بتاعها، ولكن فيكتور هنا كان الحل اللي شركة فوت بتحاول توصله. الخطة كانت التخلص من الرئيس الحالي، وبعدها فيكتور يبقى رئيس للولايات المتحدة، ومن ساعتها يطبق قوانين تخلي وجود الأبطال الخارقين داخل المؤسسة العسكرية أمر واقع وصعب جدا التراجع عنه بعد كده. وهنا بقى بنشوف الهدف الحقيقي لشركة فوت. هي مش مجرد شركة عاوزة تكسب فلوس من بيع المنتجات والكوميكس وكمان الدعاية الخاصة بالأبطال الخارقين، هي عاوزة سلطة وعاوزة تبقى القوة الخفية اللي بتحرك الشخص اللي بيحكم أقوى دولة في العالم. وده نفوذ مرعب جدا الصراحة، وده واحد من الأسباب اللي مخلي ستارلايت متلخبطة ومش مرتاحة، لأنها كل ما بتتعرف أكتر على اللي بيحصل جوه 7 كل ما بتكتشف كمان إن الصورة اللي كانت مؤمنة بيها طول عمرها مجرد وهم. وبعد ما ستارلايت قضت وقت اكتر داخل المقر بتاع فريق 7 بدأت هنا تدرك ان في ناس بتحاول تخلص منها او تلاقي طريقه تبعدها عن المكان، والسبب الحقيقي ورا ده ان هي ببساطه مش مناسبه للعالم ده. هي صغيره جدا بريئه جدا وساذجه شويه مقارنه بالواقع القاسي اللي حواليها، وده بيطرح سؤال مهم: هل ستارلايت اصلا تقدر تعيش وتنجح في العالم ده، ولا هتفضل طول الوقت واحده بتحلم ان هي تغيره من غير ما تقدر تحقق اي حاجه فعلا؟ وده الصراع اللي هي عايشاه في الوقت الحالي، وطبعا اللي عارفين الاجابه بلاش يحرقوا في الاحداث. فانا عارف ان طلب عدم الحرق ده بيبقى مستحيل شويه، لكن المهم ان ستارلت فعلا بتمر بازمه وجوديه كبيره جدا. هي بتسال نفسها انا بعمل ايه هنا؟ ليه كل حاجه مختلفه عن اللي كنت متخيلاها؟ وده بيدي فرصه حلوه جدا للتركيز على الشخصيه بتاعتها بشكل اعمق من المعتاد. بعد كده بقى بنروح لهيوي اللي راح يقابل ذا ليجند. هو هنا بيبتدي يسأل شوية أسئلة وكأنه بيحاول يعرف معلومات معينة من غير ما بيلي بوتشر أو حتى باقي الفريق يعرفوه، فبيبان إنه شغال على حاجة لوحده بعيد عنهم. لكن في الحقيقة أغلب أحداث العدد الأول بتركز على أزمة ستارلايت أكتر من أي حاجة تانية. واحدة من الحاجات اللي بتقولها إنها محتاجة ترجع بيتها، ترجع لجذورها، للمكان اللي اتربت فيه، محتاجة تحس تاني بالدفى والبساطة اللي كانت عايشاها زمان، وخصوصا مع درامر بوي الشاب اللي كانت بتحبه وهي صغيرة.
هي كانت عاوزة ترجع للحياة الطبيعية اللي فقدتها، وفعلا بتسافر علشان خاطر تشوفه. ومن هنا بقى بنعرف أكتر عن الماضي بتاعها. لما كانت عضو في فريق أبطال خارقين صغير في أمريكا الوسطى، كانت هي الشخص اللي دايما بيحاول يحافظ على صورة الفريق المحافظة جدا. كانت دايما تمنع أي كلام خارج عن الأدب، وتصر إن كل حاجة تبقى ملتزمة بالقيم المسيحية المحافظة. وبشكل كبير كانت هي واجهة الفريق. الناس كانت بتحكم على الفريق كله من خلال صورتها والتصرفات بتاعتها، لكن هنا بنرجع لنفس الحياة اللي ستارلايت بدأت تكشفها. ولا حاجة في العالم ده زي ما كانت متصورة. وعشان كده مهما نفتكر ان ستارلايت رغم ان هي شخصيه ممتعه ومثيره للاهتمام، الا ان هي ساذجه جدا مقارنه بباقي الشخصيات، لكن ده برضه اللي مخليها مميزه. من المثير انك تشوف شخصيه بريئه بالشكل ده جوه عالم فاسد ومظلم زي عالم ذا بويز، وتشوف البراءه دي هتتحول ليه مع تقدم الاحداث. ومع الوقت ستارلايت هنا بتبدا تسال اسئله اعمق بكتير. وطبعا لازم اغير معنى الكلام شويه علشان خاطر الكلام اللي جاي ده فيه كفر والعياذ بالله. احنا كده كده عارفين ان القصه زي الزفت حرفيا. فزي ما قلت لك في بدايه الفيديو وبدايه برضه الفيديوهات اللي فاتت، احنا بنحاول بقدر الامكان نظبط القصه دي علشان خاطر تبقى مناسبه لينا. فالمهم هنا ستارلايت بتقول بقى، هل الملك موجود فعلا؟ ولو الملك عنده خطه لكل انسان، يبقى كده كل المصايب والحاجات المرعبه اللي بتحصل دي جزء من الخطه. ولو الملك قادر يمنع الحاجات دي ومش بيمنعها، يبقى هل هو فعلا بالشكل اللي كانت متخيلاه؟ الاسئله دي كلها بتخلي الايمان بتاعها يبتدي يهتز بشكل كبير. وفي النهايه وهي تايهه وسط كل الافكار دي، بتقابل هيوي من جديد. لحد اللحظه دي هو ما كانش بالنسبه ليها حبيب او اهتمام عاطفي بشكل واضح، يعتبر كده كان مجرد شخص تقدر تتكلم معاه وتفضفض ليه شويه. واثناء كلامهم هو هنا بيحاول يطمنها وبيقول لها ان الامور هتبقى كويسه، وانه موجود في اي وقت لو احتاجت انها تتكلم معاه. وهنا ستارلايت بتبدا تفتح قلبها فعلا، بتعترف ان في حاجات عملتها مؤخرا مش فخوره بيها خالص، وان كل المعتقدات بتاعتها وافكارها عن الحياه بقت متلخبطه جدا. وهنا بقى وهي بتتكلم مع هيو بتبدا تحس بحاجه غريبه. هي اصلا ما تعرفوش كويس، لكن في نفس الوقت حاسه ان هي تعرفه من زمان. في حاجه فيه بتخليها مرتاحه ان هي تحكي ليه اسرارها والمخاوف بتاعتها من غير اي تردد. وطبعا اي راجل مر بالموقف ده عارف ان الموضوع غالبا بيروح في واحد من الاتجاهين. اما هنا انا مرتاح اتكلم معاك لانك صديق كويس جدا بالنسبه ليا، او انا مرتاح اتكلم معاك وممكن اشوف بينا حاجه كده اكتر من مجرد صداقه. وفي العاده يعني خلينا ساكتين، بس في العاده يعني الموضوع بينتهي في واحد من الاحتمالين دول فقط. ولحسن حظي وبقى الموضوع بيمشي في الاتجاه الكويس. هو ما اتحطش هنا في المنطقه بتاعت الصداقه، بل بالعكس اخد فرصه انه يقرب من ستارلايت اكتر، لان ببساطه بعد ما اتكلموا سوا سالها اذا كانت تحب يخرجوا يشربوا حاجه مع بعض في وقت تاني، وردها كان ان هي فعلا موافقه. فالحاجة المميزة هنا إننا كنا عارفين إن الفريق بيراقب 7 بطريقة مختلفة، لكن الجزء ده بيورينا قد إيه شبكة المعلومات بتاعتهم واسعة وعميقة، لدرجة إن عندهم وصول لكاميرات بتصور اجتماعات فريق ذا 7 نفسه. وفي أحد الاجتماعات دي بيلاحظوا إن ستارلايت مش موجودة، وده بيعتبر مشكلة كبيرة جدا، لأن شركة فوت بتحضر كل الاجتماعات تقريبا. ولو عضو من الفريق غاب، الشركة هتبدأ تسأل أسئلة: ليه الفريق ناقص؟ في مشكلة بينهم؟ هل الفريق ما بقاش متماسك؟ هل محتاجين نستبدل حد؟ أو حتى هل نستبدل الفريق كله وندعم فريق أبطال خارقين تاني؟ فغيابها ده بيدي انطباع سيء قدام الإدارة والشركة. في نفس الوقت هيو كان مكلف بمهمة تانية، وهي تعاقب واحد من الأبطال الخارقين اللي كان اتسبب في موته قبل كده. ولو فاكرين بقى الأحداث اللي أنا اتكلمت عليها قبل كده، ده بقى كان بليارني كوك عضو في فريق تينيج كيكس. المفاجأة هنا إن هو رجع للحياة مرة تانية بطريقة ما بعد موته، لكن السؤال كان ازاي رجع مرة تانية؟ هل عقله والوظائف بتاعته الذهنية شغالة بشكل طبيعي؟ طيب هنا بقى من خلال المراقبة اللي هو كان بيعملها بتكليف من بيلي بوتشر، بدأ يلاحظ إن الإجابة لا. هو رجع للحياة، لكن بقى مجرد ظل للشخص اللي كان عليه قبل كده، كأنه قشرة فارغة من نفسه القديمة. وده خلى أعضاء تينيج كيكس يحاولوا يلاقوا طريقة يتعاملوا مع المشكلة دي. هم عاوزين يتخلصوا من الموقف، لكن من غير ما يبان قدام الناس إن في مشاكل داخل الفريق، فبيحاولوا هنا يدفنوا الموضوع ويغطوا عليه بهدوء. بعد كده بنرجع لهيو وستارلايت وهم قاعدين يشربوا مع بعض، والموقف بيبقى مضحك شويه لان ستارلايت تقريبا عمرها ما شربت كحول قبل كده، ومع مرور الوقت بتبدا تتصرف بتلقائيه اكتر. وفي لحظه بتقترح على هيو انه يروح معاها بيتها، لكن طبعا هيو بيرفض. وبصراحه انا شايف ان ده كان افضل قرار، لانها كانت تحت تاثير الكحول، وهو ما كانش عاوز يدخل نفسه في موقف ممكن يسبب مشاكل او سوء فهم بعد كده. فبالرغم ان حس بعد كده انه ضيع فرصه، الا ان عمله ده كان التصرف الاكثر عقلانيه. بعدها القصه بتاخد لحظه صغيره مع ام بيرجع لبيته علشان خاطر يدور على والدته. وطبعا انا مش عاوز اتكلم عن المشهد ده، واللي عارفين الاحداث اللي جايه يا ريت ما تحرقوش القصه، بس خلوا المشهد ده في دماغكم، لان لما نعرف الحقيقه بعدين هنكتشف ان الموضوع غريب ومزعج جدا بشكل معين، وهنبقى ساعتها مستوعبين ليه المشهد ده كان مهم من البدايه.
في النهايه بنشوف ان المكان الحقيقي اللي بيجمع ما بين ستارلايت وكمان هيو هو الحديقه. فكره ان هم يروحوا بار مع بعض هي كانت لطيفه، لكن الحديقه هنا بقت المكان الخاص بيهم، المكان اللي بيقعدوا فيه ويتكلموا فيه براحتهم. وفي الحقيقه المشاهد دي فيها قدر كبير من الرومانسيه، لانهم هنا بيبتدوا يفتحوا قلوبهم لبعض بطريقه ما حصلتش قبل كده. طبعا ده مش معناه ان هم كشفوا كل اسرارهم. هيو مثلا ما قالهاش بالمناسبه انا شغال مع بيلي بوتشر وعضو في فريق يسمى ذا بويز ومهمتنا مطارده السوبر هيروز والقضاء عليهم. اكيد ما قالهاش طبعا حاجه زي كده، وهي كمان كانت مخبيه حاجات كتير. صحيح كانت اكتر صراحه منه شويه لانها اعترفت ان عضو في فريق 7، لكن دي اصلا معلومه عامه وكل الناس عارفاها. يعني ما قالتلوش مثلا اي حاجه ما يقدرش يعرفها من الجرايد او حتى كمان التلفزيون. اما الاسرار الحقيقيه والحاجات اللي مرت بيها داخل الفريق فكانت محتفظه بيها لنفسها، وده كان نوع من الحاجز النفسي اللي بتحاول تحافظ عليه علشان تحمي نفسها عاطفيا. ومع استمرار الكلام بينهم بيبتدي توضح ان في مشاعر حقيقيه بتتكون هنا بين الاتنين، لكن في نفس الوقت وفي مكان تاني خالص الامور كانت بتتفجر حرفيا. بلارني كوك بيوصل لشقة هيوي، ولما هيوي بيرجع البيت بيلاقيه واقف هناك في حالة غريبة جدا وجسمه متبهدل بشكل مقرف وكأن كل حاجة بدأت تخرج عن السيطرة. المشهد فيه جانب كوميدي اسود غريب جدا، لان بلارني بعد ما رجع للحياه ما بقاش شخص طبيعي. هو موجود جسديا لكن عقله ما بقاش شغال زي الاول، كلامه غير مفهوم والتصرفات بتاعته عشوائيه جدا، وبقى اقرب لوحش فرانكنشتاين منه لانسان طبيعي. ولو ركزت في الكلام اللي بيقوله تكتشف ان كل اللي عاوز تقريبا هو انه يسترجع الهامستر بتاعه. هو مصمم انه ياخد الهامستر تاني، لكن هو بيرفض لان الهامستر كان بيتعرض لمعامله بشعه جدا معاه، وهو شايف انه انقذه من مصير سيء. وبسبب الخلاف ده بتقوم خناقه بين الاتنين، وفي النهايه هو بيقتل بلارني مرة تانية. بس ثواني، هنا بطلب منك بقى تركز على نقطة مهمة جدا في تطور شخصية هيوي. لو بصيت على تطور هيو وتطور ستارلايت هتلاقي ان هما شبه بعض جدا، لكن في اتجاهين عكس بعض تقريبا. ستارلايت بدأت كشخصية محافظة جدا ملتزمة بالقواعد والتقاليد، ومع الوقت بقت اكتر انتفاعا على العالم. حتى شكلها وطريقة حياتها بدأوا يتغيروا هنا تدريجيا. هي بتبعد خطوة خطوة عن صورة البنت المحافظة اللي جاية من قلب أمريكا الريفية، وبتبدأ تدخل أكتر في واقع العالم الحديث اللي حواليها. أما هيوي فبيمر برحلة مختلفة. في بداية ذا بويز كان شخص عادي جدا وسالم ومش عاوز يأذي حد. كان دايما بيقول أنا ممكن أساعدكم لكن مش عاوز أقتل حد ولا أعمل الحاجات دي خالص. لكن بيلي بوتشر كان دايما رد واحد: ده طبيعة الشغل يا صاحبي، ولو هتكمل في الطريق ده يبقى لازم تكون مستعد لكل اللي هيجي معاه. بعد ما هو قتل بلارني للمرة التانية بدأ يستوعب حجم اللي عمله. المرة الأولى كانت بشكل شبه غير مقصود، لكن المرة دي الموضوع مختلف تماما، وده بيظهر بوضوح لما هو بيروح يقابل بيلي بوتشر في مكان معزول بعيد عن الناس. وهو بيسأله سؤال مباشر: لو كان عندك جثة وعاوز تتخلص منها بطريقة تخلي الشرطة أو فرق التحقيق الجنائي ما تقدرش تعرف مين الشخص ده أو مين اللي قتله، كنت هتعمل إيه؟ فبيرد عليه بوتشر بمنتهى البساطة: حطها في برميل معدني وحط عليها بنزين وولع في امها. وده بالظبط اللي هو بيعمله. بياخد الجثة وبيروح لمكان بعيد جدا عن أي حد ويحطها جوه برميل معدني وبيشعل النار فيها، وهناك بيظهر بوتشر وبيقابله. وده مشهد مهم جدا لتطور شخصية هيوي، لأننا لو بصينا على البداية هنلاقي إن هيوي كان شخص رافض تماما لفكرة إيذاء أي إنسان. كان شخص بريء نسبيا ومش قادر يتخيل نفسه وهو بيقتل حد أو يشارك في أعمال عنف، ولكن دلوقتي بقى شخص قتل إنسان، وحتى لو كانت بعض الظروف خارجة عن إرادته فهو بنفسه بيتخلص من الجثة وبيحاول كمان إخفاء أي أدلة. وده بيوضح قد ايه شخصيته اتغيرت، وده نفس اللي بيحصل برضه مع ستارلايت. الشخصيات كلها بتتغير وتنضج وتتطور مع الاحداث، وده واحد من اهم اسباب قوه قصه ذا بويز، لانك بتشوف الشخصيات وهي بتتغير فعلا قدامك. وانا شايف بصراحه ان دي حاجه بقت نادره نسبيا في الكوميكس الحديثه. لما تبص لشخصيات زي مثلا كابتن امريكا او باتمان او حتى سوبرمان هتلاقي هنا ان جوهر شخصيتهم فضل تقريبا ثابت عبر السنين. صحيح حصل تعديلات وتغيرات بسيطة هنا وهناك، لكن في النهاية كابتن أمريكا هو كابتن أمريكا، باتمان نفس النظام، حتى كمان سوبرمان لسه سوبرمان. أما بالنسبة لهيوي فقصته مختلفة. إحنا بنتابع شخص عادي جدا حياته حرفيا كلها اتشقلبت بعد ما حبيبته اتقتلت بسبب تهور أحد الأبطال الخارقين. وفي اللحظة دي دخل عالم ما كانش مستعد ليه إطلاقا، ومن شاب بسيط بيحاول يفهم اللي بيحصل حواليه بقى شخص بيتعامل مع القتل وإخفاء الجثث، وده تطور ضخم جدا في الشخصية. والأجمل إن الرحلة لسه ما انتهتش. كل ما القصة بتكمل هو بيتغير أكتر وبينضج أكتر وبيبقى شخص مختلف عن اللي كان عليه من البداية. وده من أكتر الحاجات الممتعة في عالم ذا ويز، إنك بتشوف رحلة التحول قدامك خطوة بخطوة. فأنا بصراحة شايف إن الجزء ده من الكوميكس بتاع ذا ويز من أفضل أجزاء القصة بالنسبة ليا، لأنه بيركز بشكل أكبر من أي وقت فات على تطور الشخصيات وتغييرها كمان المستمر. فبس كده كالعاده بقى استنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، ونكمل بقى مع بعض الفيديو اللي جاي. سلام.